احتضن مقر الوكالة الولائية للنصدة بسيدي العباس وكل فروعها عبر البلدية الولاية أياما مفتوحة من 21 إلى 23 من شهر جوان تحت شعار المقاولاتية خيار واحد للتنمية المستدامة. نظمت صبيحة اليوم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لسيدي بالعباس أبواب مفتوحة طيلة 3 أيام 21 جوان 22 جوان 23 جوان على مستوى الوكالة الولائية وعلى مستوى جميع فروعها، مستوى الفرع المحلي، مستوى سفيزف، تلاغ، مولاي سديسن، تيميرة وبن باديس، حيث شاهدنا توافد لحامل الأفكار على مستوى الوكالة وفروعها لتقديم شروحات ومعلومات وتوجيه وتعريف بآليات ميكانيزمات واستراتيجية جديدة للوكالة، واستفادة كذلك من الخدمات والتوجيه والاستشارة، واعطيهم معلومات وشروحات للوكالة، والاطلاع على خدمات رقمية للوكالة وجميع المنصات، منصة تاع السي دي او باش نقولهم كيف يسجلوا في السي دي او، كيف يسجلوا في نازا، كيف يسجلوا في المناوله، كيف يسجلوا في الماي بروجيكت تاع التوسعه قبل ما كانت عندنا كانت على غير استحداث غير اللي دايرين في الوكاله اللي يقدروا يديروا التوسعه. دروك وسعناها الناس من خارج الوكاله يقدروا يديروا، اللي عندها ريش كوميرس، اللي عندها كارت ارتيزون، اللي عندها كارت موال، اللي عندها كارت فلاح، هادو كاع يقدروا يجوا للوكاله ونقدموا لهم شروحات ونوريهم كيفاش يستفادوا من دعم الجهاز اكتشاف فرص المناوله والشراكه الاقتصاديه وتوسيع الشبكات المهنيه. هنا كيفاش نوريهم ثاني كيفاش يسجلوا مؤسسات مصغره مستفاده من الجهاز داخله في الاستغلال، كيفاش يسجلوا في هذه المنصه تاع المناوله، وكذلك نسجلوا ثاني المؤسسات الكبرى على مستوى الولايه باش يكون تشابك بيناتهم، باش المؤسسه الكبرى من تخصها مؤسسه مصغره في اي نشاط، باغ مؤسسه خاصه في البناء تدين البناء، خاصه في النجاره تدين النجاره، خاصه في الحداده تدين الحداده، اي نشاط يكون في المنصه يكون هنا تشابك بيناتهم. وفي الاخير نحن كوكاله وطنيه لدعم تنميه المقاولاتيه النازله نرحبوا بجميع حاملي الافكار ونقول لهم مرحبا بكم، ابواب الوكاله راهي مفتوحه من اجل شروحات، من اجل اعطاء معلومات، من اجل اي حاجه استشاره، راهي ابواب الوكاله مفتوحه ومرحبا بكم. كما تهدف التظاهرة إلى التي توفرها الوكالة لحاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات المصغرة، وتضمن البرنامج فضاءين: فضاء الاستقبال والاستشارة للتوجيه والتسجيل الفوري في منصة CDE، وورشة المناولة والشراكة لعرض فرص التعاون الاقتصادي والانخراط في منصة المناولة. كما عرف اليوم الأول إقبالا كبيرا من الشباب الباحث عن فرصة لتجسيد مشروعه. 25% نازله و 5% ابور بيرسونيل، مساهمه شخصيه. هذه بالنسبه للبطالين ولا الطلبه. بالنسبه لغير البطالين، واحد خدام، هذه حاجه جديده في نازله، واحد يكون خدام عندها مؤسسه يبغى يطور المؤسسه تاعه، 15% هو مساهمه شخصيه، حنا 15% ولا بور 70%. السلام عليكم، معكم نكلوف عتو اسماء، خريجه جامعيه ماستر جيني ميكانيك، التحقت بالمركز المقاولاتيه نازدا باش نحقق ان شاء الله يا ربي مشروع احلامي اللي هو اجيكسيون بلاستيك، ونطالب من الخريجين الجامعيين ان شاء الله باش يلتحقوا بهذه الوكاله باش يحققوا المشاريع احلامهم ان شاء الله. السلام عليكم، معكم بوش محمد صدق الامين، طالب في كليه الحقوق. رانا اليوم هنايا مع النازدا، جينا نشوفوا كيفاش يتمول المشروع تاعنا ودينا اورينتاسيون على كيفيه تسيير المشروع منا. شكرا للاساتذه. من هذا المنبر ننصح الشباب يجوا يسيو يخدموا المشاريع تاعهم في بلاصه شوماج ولا كما قال لك خدمه عند الغاشي وكاع. ماذا بك تجي اذا كان عندك بروجي في راسك، روح خدمه رياليزيه وان شاء الله ربي يوفقنا كاع. وختاما، دعت نازدا كافة الشباب إلى التقرب من أقرب مقر للاستفادة من خدماتها المجانية. الرسالة كانت واضحة: باب المقاولة مفتوح، ومستقبل الجزائر يبنى بسواعد شبابها.